بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا مش هتكلم في السياسه ولا اي حاجه من دي خالص، عشان طبعا انا قلت انا قاعد في مصر، مش عايز ان انا اتكلم في حاجه واورط بلدي في اي مشكله. انا كلامي على اللي تلعبوا بيا في مصر، اثبات الاثباتات اللي انا قدرت ان انا اثبتها قانونيا ومفيش مهرب منها. فلما اطالب بمبلغ 10 مليون جنيه مصري كتعويض، فده امر مش مبالغ فيه، لمجرد بس ان اثبت ان في جهه سياديه ما ايديها في الموضوع. فصدقوني بقى لما اقول اي حاجه، لما اقول ان هم قتلوا ابويا وقتلوا امي، محدش يلومني على حاجه يا جماعه. تمام، خلاص هي الموضوع مثبت من زمان. تعال نتكلم بس نشوف ايه اللي حصل معايا. هنبتدي من الاخر، الحاجات القانونيه اللي انا اقدر اثبتها ان هي غير طبيعيه بالمره. تمام، طيب انا هبتدي من الاخر، التامينات. انا هبتدي من الاخر من التامينات. تعال نشوف هما كانوا بيتعاملوا معايا ازاي، وانا فضلت صابر وماسك نفسي وما رضيتش اعمل معاهم مشاكل جامده جدا. تمام، الفيديوهات دي المفروض ان انا رفعتها قبل كده، مفيش حد سأل. اللحظه دي انا في التأمينات، انا اللي ماسك الورق اللي قدام حضراتكم دوت. هكلم الاخ اللي موجود ده. بصراحه انا مش عايز اذيه، وانا قلت قبل كده في الفيديو ده وانا رافعه قبل كده، انا مش عايز اذيه. انا رغم كل ده فانا دي تأمينات عن معاش والدتي، انا باخد معاش والدتي ومعاش والدي، فده عن معاش والدتي، وللامانه صرفوا له كل حقوقي بدون اي مشكله خالص. تمام، هما بس للاسف تلعبوا معايا عشان انا ما اقدرش ان انا اخد منهم اي ورق حتى اتعامل معاهم بشكل رسمي. ما كانش نافع. انا مش عايزه يتاذى، انا مش عايز الناس دي، مش هي دي تأمينات عند والدتي، مش هم اللي اذوني. اللي اذوني مع القطاع الحكومي. انا والدي كان شغال في النقل العام تبع كل القطاع الحكومي، تأمينات شرق اسكندريه. فاولا الجهات المسؤوله ان انا قدمت البلاغ رسميا ليهم، سواء اسمها ايه، الامن الدوله العليا والمخابرات العسكريه والنائب العام. تمام، الجهات المسؤوله العليا يعني. اول حاجه تابعوا فيها ازاي الملف بتاعي مشي من تأمينات شرق اسكندريه سيدي جابر ودوه للسيوف، تأمينات شرق اسكندريه السيوف. ده قبل الكلام ده كله من 2023، قبل ما دلوقتي يبقى موحد من اي مكان انت ممكن تعمل اي حاجه. مع اني برضو مع نفس الموضوع انا ما اقدرش اروح اي مكان، برضو بيبعتوني على سيدي جابر. المهم تابعوا الملف، راح من سيدي جابر للسيوف للمنشيه كم مره، يودوني من هنا لهنا لهنا ويرجعوا الملف لهنا تاني للسيوف تاني، ثم سيدي جابر تاني، ثم يودوه تاني ويرجعوه تاني كم مره. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى اسلوب طريقه التعامل معاهم في البدايه. تعال نشوف بقى ايه اللي حصل. هجري شويه بس لما يجي عندي. استاذ علاء لو سمحت، انا جيت لك يوم الخميس عشان اعرف مستحقاتي الماليه، وقلت لي ما ينفعش لازم بالمحكمه. انا بس يوم الخميس اللي فات جيت لك عشان اعرف مستحقاتي الماليه، فحضرتك قلت لي لا ما ينفعش لازم ترفع قضيه. انا نسيت اسالك سؤالين بس مهمين معلش. طب عايز اعرف بدايه صرف المعاش ونهايه صرف المعاش برضو ما ينفعش ولا لازم محكمه برضو؟ لا انا عايز ورقه رسمي، طلب رسمي. طيب طب ممكن معلش عشان المحامي اللي قال لي ممكن اقدم الطلب وترد عليا؟ لا انا عايز اقدم الطلب وترد عليا رسمي، اقدم الطلب بس وانت الطلب زي ما انتم شايفين، حق ان انا اقدم طلب واخد ورق رسمي واتعامل. ده حتى المحامي كان قايل لي كده على فكره، يعني انا رحت للمحامي وده كان اخر حاجه عملها معايا، وبعد 3 شهور وما رفعش قضيه برضه.
بس المهم ان انا يعني انا الحاجه الموضوع ده انا عملته بالفعل وتعاملت معاهم بشكل رسمي. مش عارف هقدم طلب، انتوا متخيلين؟ انا من حقي اعرف المستحقات الماليه اللي هم صرفوها، من حقي اعرف المستحقات دي اتصرفت من امتى لامتى. ده شيء عادي جدا، واحد بيعرف حقوقه عادي جدا، الموضوع حاجه بسيطه خالص. تخيلوا كل ده انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. فعشان محدش يعني يلومني ان انا اتعاملت بعنف او هتعامل بعنف. يعني انتوا متخيلين الموضوع؟ يعني حتى المحامي قعد 3 شهور وفي الاخر ومش عايز يقول لي في ايه. يعني انا رفعت قضيه بعد كده، قصدي رحت للمحامي يعني عشان يرفع قضيه، لا رفع قضيه ولا قعد 3 شهور، ولغايه الان التوكيل معايا، انا هعمله توكيل. وبعد 3 شهور بقى لما اتخنقت منه خدت منه الورق وسبته خلاص. يعني ما فيش، حتى مش عارف يسأل، مش عارف يسأل، مش عايز يقول لي هو في ايه اساسا. انتوا متخيلين؟ نرجع تاني. يبقى البدايه زي ما انتوا شايفين، انا مش عارف اتعامل رسمي مع اي حد، محدش عايز يديني اي حاجه ومحدش عايز يقول لي في ايه. تمام؟ طيب تاني حاجه، القرار لما طلع في 5/1/23. الطلب ده انا مقدمه هنا لو هتاخده 12/3/23، 12/3/23، وموضح فيه عايز اعرف انا من امتى لامتى مستحقات الماليه لجميع، عايز افاده جميع مستحقات الماليه، وايضا موضحا به تاريخ بدايه المعاش وتاريخ نهايه المعاش. وارجو توضيح اذا تم مخالفه قرار اللجنه الطبيه، ده خط ايدي على فكره، في صرف المعاش موضحا سبب المخالفه القانوني، وذلك للمطالبه قضائيا بجميع حقوق الماليه الحقيقيه، ولسيادتكم جزيل الشكر. هل يا جماعه انا عملت حاجه مشكله؟ ده حتى انا ابن خالتي شغال في مكتب محاماه، قال لي هات لي افاده هم مانعين عنك الفلوس ليه؟ يعني ايه السبب؟ تاني حاجه اهو، وبرضه شوفني 12/3 ومحدش بيديني حاجه. تمام؟ هل ده طبيعي يا جدعان؟ يعني حتى لو في مشكله هم خلاص يعني هيديني ورقه، انت عندك مشكله في كذا في كذا في كذا، خد ورقه بكذا اهي، انت في كذا او عندك مشكله مش هنقدر نصرف لك عشان عندك مشكله في كذا. مفيش، انا مش عارف اخد لا ورق مش عارف اخد اي حاجه. تمام؟ تاني حاجه نخش للي وراه. يبقى كده انا مش عارف اخد ورق من هنا، وده بقى ده خلي بالكم الورقه دي مقدمه للقطاع الحكومي لتامينات شرق، ده بقى اللي هي مش تامينات والدتي، ده تامينات والدي اللي هي فيها المشكله. خلاص؟ فمش عارف انا اخد منهم اي ورق من الحاجات دي. طيب نقلوا هما الدوسيه للسيوف، فانا كان في محامي انا اتكلمت معاه بس عايز اعرف المحاد بس من امتى؟ اديلك ان انت بس هو انت بدايه بصرف المعاش من 2/23 بس كده. اقول لك ده انت الموضوع كان فيه امتى؟ لا ما السنتين هيكونوا نهايه القرار. لما كده هيبقى فيه 7 شهور. دول لما يجي يتكشف عليك تاني نبقى نشوف. لما هيجي يتكشف عليك تاني نبقى نشوف. خدوا بالكم من الكلام، لما اجي اكشف للمره الثانيه نبقى نشوفهم. ليه حضرتك؟ لان هم عملوا كذا مشكله. اول مشكله حضرتك ممكن تتابعوها للجهات المسؤوله، اهو كان كلامي موجه للجهات المسؤوله. القرار طلع 5/1/23، انا صرفت المعاش في القطاع الحكومي 1/4/23. مش بس كده، دول خصموا شهرين اللي هو شهر 2 وشهر 3. طبعا المفروض كمان فيهم شهر واحد، ده الشهر اللي طلع فيه القرار، بس يعني هنتكلم على اللي هم بيبتدوا من الشهر التالي على طول. تمام؟ وبيدوك الباقي في كمتجمد مع اخر 5 سنين او يعني فتره الوفاه ما تعديش 5 سنين. فعند والدتي فصرفوا لي من شهر 7/22 لان والدتي توفت 26/7. يا جماعه انا بتكلم غلط؟ فصرفوا لي الفتره البينيه بشكل طبيعي جدا جدا لغايه اللي هو شهر 1 اللي هو طلع فيه القرار، وصرفوا لي المعاش عند والدتي من شهر 2. انما عند والدي بقى صرفوا لي 1/4.
خصموا شهرين، خصموا الفترة البينية. وهنا دلوقتي هو بيقول يعني ده الطبيعي على الأقل إن هو هيساوي المعاش ده بالمعاش ده، يعني هيساويني من هنا بهنا. يعني عند والدتي أعطوني الفترة البينية لغاية من بداية الوفاة بتاعتها شهر 7، فأنتوا على الأقل هتصرفوا لي من شهر 7 22 برضه زي عند والدتي. ده أقل حاجة ممكن تتعمل يعني. إنما هم خصموا كل دوت، وخصموا كمان من المعاش شهر 2 وشهر 3، تمام. وادعوا ان شهر 2 و3 عشان والدتي انا توفت شهر 7 وشهر 8 22 ده اتخصم، اتسحب من المكنه. فانا جبت افاده من البنك كانت تبع بنك ناصر، ورقتين، ورقه قدمتها عند والدتي وبرضه للصراحه صرفوا لي المعاش على طول من غير اي خصم ومفيش اي مشكله، وورقه قدمتها عند والدي برضه رغم ان انا قدمت مخالصه من البنك ان مفيش اي حاجه، والى اخر شهر اتسحب اللي هو الشهر اللي اتوفت فيه هو شهر 7 22، برضه استمرت نفس المشكله، وبرضه خاصمين الفلوس وموقفين الفلوس بتاعتي. تمام كده. فقال يا جماعه انا شايفين ان دي الحاجات دي حاجات بسيطه وكده وحاجات عاديه، نخش في اللي وراه. القرار بتاع اللجنه طلع العجز قبل الوفاه، استغلوا النقطه ديت ومرضوش ان هم يصرفوا لي الفلوس تقريبا عشان النقطه ديت، فعشان انا والدي متوفي من 2015، فانت ازاي متوفي من 2015 ومش عارف ايه. طب يا عم اتكلم مع اللجنه الطبيه، اعمل اي حاجه، اعرف انا البدايه منين. المفروض العجز من 2019، بدايه العجز من 2019، هو من قبل كده بكتير، بس انا معيش ما يثبت للاسف. الهانم اللي انا اتجوزتها لما سابت البيت ومشت اخذت الورقي وحاجتي ما. فالمهم عشان بس ما نخشش في موضوع تاني، انا لما رحت كشفت بقى للمره التانية المعاش سنتين، فاتكرر سنتين كمان. فالمره التانية اختي كلمت الدكتور بتاع لجنه العجز فعلى الموضوع دوت، فقال لها خليهم يخاطبوني وانا هنقول لهم بدايه العجز من امتى عشان يصرف من امتى. موضوع بسيط. فعملت طلب بالكلام دوت وبرضه نفس الموضوع، مفيش حد بيرد عليا ومحدش بيحل حاجه. طب فين المشكله؟ في التأمينات هي اللي بتبعت واللجنه ما بتردش، ولا مين اللي عامل المشكله ديت؟ معرفش. ولكن هو باين الواضح. انا كل ده عايز اثبت ان في، ما هو انت ما تقوليش ظابط عادي هيقدر يعمل الليله دي. انا اصلا ماليش مشاكل مع الداخليه اصلا، انت فاهمني. الداخليه بيقودها انتوا عارفين الامن الوطني معروفه يعني. طيب هل كده بس؟ لا، رحت عملت شكوى في النيابه الاداريه، وكانت المصيبه الكبيره. ممكن بقى الجهات المسؤوله حضرتك تتابع برقم البطاقه بتاعتي، تابعوا شوفوا الشكوى. انا معايا صوره رسميه بس انا معيش موبايل، مش عارف اصورها. مصيبه سودة في النيابه الاداريه، وانا بتهمها بالتواطؤ مع التامينات الاجتماعيه. طبعا النيابه الاداريه برضو حاجه جامده مرموقه، المفروض تتواطأ مع التامينات الاجتماعيه، اصلا هي بتجيب حقوقنا من الجهات اللي زي دي، فتتواطأ معاها. فلا يبقى كده في حد ايه من جهه سياديه هو اللي بيتدخل. ده اللي انا عايز اوصل له يا جماعه، ده اللي انا عايز اوصل له. طيب ايه اللي حصل في النيابه الاداريه؟ الموضوع ببساطه، انا قدمت الطلبات وجبت لهم اللائحه التنفيذيه بتاعه التامينات، طبعتها من على النت ووديتهم وقلت لهم اهو ان انا بصرف من تاريخ القرار بالاضافه الى اخر 5 سنين. والدي متوفي من 2015، فمش هينفع اخد من شهر الوفاه، اخر 5 سنين. يعني القرار طلع 5/1/23 بالاضافه الى اخر 5 سنوات قبليهم. تمام كده، القرار سهل. طيب هل انتوا مثلا عندكم مشكله في البدايه؟ انتوا عايزين بدايه هتصرف من بدايه العجز بس مش اخر 5 سنين؟ يعني لو بدايه العجز اقل من 5 سنين هتصرف من بدايه العجز. فطبعا المشكله ديت سهل التعامل معاها عن طريق ان هم هيتعاملوا مع اللجنه. لو كان كده، ما هو انت ما تقنعنيش على مدار التامينات وجودها شوف 50 60 سنه ولا اكتر ان مفيش حد مثلا
توفى والده ولا والدته هو ما قدمش بقى ان هو كمان عاجز او لسبب معين يعني، ومش معروف. في كتير ما بيعرفوش. في واحد بيبقى عنده السكر، يعني انا اخويا رجليه اصابها مشكله، بدايه العجز بتاعه بالشهر اللي توفى فيه والدي برضه. فهل هو كان يعرف ان رجليه هتحصل فيها مشكله في الاوقات دي؟ بدايه العجز من الشهر برضه هو. فالموضوع غريب يعني اكيد في محكمه وفي حد راح وحكم واتحكم ان هو هيصرف بالفعل، ان مش اي حد يعرف ان هو لازم يقول انا عندي عجز. ما حدش يعرف ان ده عجز ولا مش عجز اصلا، ومحدش المصريين اساسا ما يعرفوش حقوقهم بيعملوا ايه وياخدوا فلوسهم منين اساسا. في كلتا الاحوال لازم ان في حاجه حصلت زي دي والمحكمه حكمت بالفعل، وما دام المحكمه هي حكمت بالفعل فهم من حق ان هم يصرفوا عادي جدا. هتبقى المشكله كلها في الغالب ان هم يعرفوا بدايه العجز او تاريخ بدايه العجز، يعني مجرد ان هم هيبعتوا للجنه الطبيه واللجنه الطبيه هترد عليهم بتاريخ بدايه العجز، والموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي مشكله. تمام. برضو انا طلبت النجدة وانا في الفرع بتاع تأمينات السيوف شرق برضو اسكندرية، وده كانت النجدة. شايفني مش شغال. برجاء العلم بأن الكلمة تكون مسجلة. جميع متلقي البلاغات يتعاملون مع بلاغاتهم برجاء الانتظار. الو السلام عليكم. اتفضل. حضرتك انا ما مستني النجده ولسه ما جاتش كده التمرينات هتقفل، فانا كمان همشي فمعلش. بس اديني رقم حضرتك، رقم اشاره بس لو سمحت. انا بقالي ساعتين ونص او 3 واقف مستني. حاضر يا حضرتك. بالنسبه ليك انا ثم جاي لك. والتمرينات خلاص قربت تقفل يا فندم، مش هينفع اقعد اكتر من كده. طب معلش ممكن بس رقم اشاره بعد اذنك؟ رقم ايه؟ رقم اشاره. رقم ايه؟ رقم الاشاره. رقم البلاغ يعني؟ ايوه. يعني ما فيش رقم اشاره المفروض حضرتك تديني رقم اشاره؟ ما فيش. معرفش، انا في الاول كان في رقم اشاره ان انا بقى اثبت ان انا بخاطب حضرتك. لا حضرتك البلاغ موجود كل حاجه. يعني ممكن اروح الاسم اكمل البلاغ هناك؟ عادي حضرتك. طيب طب هم لو جايين بقى اتصل بيهم حضرتك كلهم ما يجوش بقى. ده يا جماعه انا اتصلت بيهم في النجدة عشان يكون انا صوتي التليفون كان بيسجل صوته هو، ما بيسجلش صوتي انا، مش عارف ليه. المهم ان هو مش عايزين يجوا، يعني ده كان بعد كام مره عشان اتصل بيهم عشان يجوا ومش عايزين يجوا. تمام. حتى لما طلبت رقم بلاغ او رقم اشاره ما يقول لي لا ما فيش الحاجات دي. طبعا حاجه غريبه جدا. انا بس عشان اخد الرقم دوت انا اتصرف فيه اتعامل بيه رسمي، برضه ما عرفتش ومفيش نجدة بتيجي. هل ده طبيعي؟ طيب نرجع بقى للنيابه الاداريه تاني. النيابه الاداريه الشكوى بتاعتها حضرتك بسيطه. انا اتهمت واحد من تأمينات شرق السيوف ان هو عايز فلوس عشان يخلص لي الورق بتاعي. انا بكل امانه حتى لو هتحبس فيها، رغم ان انا اتهمته بالاتهام ده لكنه اتهام باطل. انا عمري ما هظلم حد. اي نعم اللي هم مش عايزين يصرفوا الفلوس دي في الغالب هو اي حد ممكن يخلصها بفلوس، اي نعم، بس هو للامانه ما حصلش ايا كان. يعني انا بس كان الموضوع كله انا كنت عايز الموضوع يتحول للنيابه، لان انا برضو عملت محضر في النيابه لان انا واحد بينام في الشارع عشان معهوش فلوس. يعني الفلوس دي كانت هتنفعني ان اجيب شقه في الوقت دوت في 23 دلوقتي ما اعرفش اجيبها خلاص. اشوف شقه ايجار قديم ولا اي حاجه من دي تبقى عندي بيت. يعني ما عنديش بيت ولا عفش ولا شقه. انا دلوقتي نايم على بطانيه مستغطي النص ونايم على النص التاني. تمام. ما عنديش عفش، ما عنديش اي حاجه خالص على فكره. فالموضوع صعب. فانا اخلي مسؤوليته من الحته دي، وده عشان انا اديله حقه. انا كنت عايز بس اروح النيابه وكنت هطلعه من التهمه دي.
وانا بقولها صراحه يعني. المهم برضو ما فيش فايده. انا المهم في النيابه الاداريه يعني عملت انا برضو شكوى والكلام ده كله عشان يتحرك الموضوع، يتحرك. عمل هو مصيبه تانية يعني انا عملت دي بس عشان احول نيابه وكنت هطلعه منها ربنا يعني. عمل مصيبه تانية، عملوا ان انا ماضي على ورق باستلام الفلوس. هو التامينات الاجتماعيه بتطلع مش فاكر بقى كان وصل امانه ولا ورق ان انا استلمت فلوس منهم وحاجات من دي. فهي التامينات من قبل 23 بكتير والموضوع ده اتمنع، مفيش حد بيقبض من التامينات فلوس، كله بيتحول على البنوك ومحدش بيمضي على ورق منه استلام فلوس على فكره. تمام. ف طبعا انا نفيت الكلام ده، فالمفروض الموضوع ده يتحول نيابه، كنسله. قضيتي انا اللي اتهمت فيها برضو المفروض تتحول نيابه، برضو كنسله. قدمت الورقه بالمخالصه بتاعت البنك عشان الشهرين اللي هم خصمينهم، قالت لي ماشي هخليهم يصرفوا لك الفلوس دي، وبرضو ما صرفوش حاجه. كلمتهم على الفلوس وعلى تاريخ، وفي حاله العجز في وقت لاحق لتاريخ الوفاه حسب اللائحه التنفيذيه خدته معايا، ورحت لهم هناك باللائحه وقلت لهم اهو اخر 5 سنين يرد عليهم بتاع التأمينات بقانون التأمينات لسنة مش عارف 1975 ولا ايه. برضو محدش عمل حاجة، محدش بيقول لهم انتوا بتخرفوا ولا ايه اللي انتوا بتقولوه ده اصلا. المذكرة ما كنت تطلع من النيابة الإدارية وتشوف الكلام ده كله، وفي الآخر الرأي ايه بتاع النيابة الإدارية؟ لا شيء، مفيش أي كلام. المصيبة بقى كلها لا يكونوا صرفوا الفلوس دي ولا معرفش، او هي موجوده في البنك الاهلي، لان في حوار كده عملوه عشان ان انا اخلع من البنك الاهلي من 2023 واحول لبنك تاني. المصيبه بقى ان هم لو بالفعل كانوا صرفوا الفلوس على البنك الاهلي وموجوده في البنك الاهلي، لان البنك لما بروح له عشان حاجه زي كده وبستعلم على اي حواله او اي حاجه من دي يقول لي لا مفيش اي حاجه، فدي مصيبه تانيه مع البنك. خلينا في النيابه الاداريه اللي تواطئت بالفعل، وانا اهو اتهام رسمي وبلاغ عام رسمي. تمام. المذكره موجوده يقدروا يطلعوها من النيابه الاداريه. تمام. مش بس ما حلوش، ده تواطؤ بالكامل، وفي قضيتين المفروض يتحولوا النيابه العامه. قضيه اللي هم بيتهموا ان انا اخدت فيها ونفيت الامضه بتاعتي مش امضتي. تمام. واللي انا اتهمته بيها واللي انا كنت هطلعه منها بكل امانه يعني. لكن انا بس عايز قضيه تتحول. انا عملت لهم محضر في الاسم بالبهدله اللي انا فيها وان ده اسمه قتل بطيء وتعويض نفسي وبدني والكلام ده كله، ومفيش حاجه بتمشي ومفيش حد بيتصل بيا، محدش بيتكلم، مش عارف اتحرك. المحامي ما بيتحركش، محدش بيعمل اي حاجه خالص يا جماعه. تمام. ده بالنسبه للتأمينات والنيابة الإدارية. نرجع بقى قبليها برضو نخش على للأسف الهانم اللي أنا اتجوزتها مشيت، عملت لها إنذار طاعة، اعترضت على الطاعة هناك هي من الغربية، اعترضت على إنذار الطاعة في الغربية. مش بس كده واتقبل، مش بس كده رفعت قضية طلاق للضرر ان انا هاجرها. يعني انا اصلا عامل لك ان انا انذار طاعه عشان انت مشيتي، فانت في الاخر تعترض وتتقبل وكمان ترفع قضيه طلاق للضرر ان انا هجرك. انا اصلا عامل لك طاعه عشان تيجي حضرتك، يعني الموضوع بالعكس، وبرضه اتقبل. فده طبعا حرام شرعا ان انا حتى اللحظه دي ما طلقتهاش. انتوا فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ مين اللي بيعمل الكلام ده؟ انا ما عرفتش اعمل لمراتي محضر، مش محضر ضدها والله، يعني انا ما عرفتش اعمل محضر هنا في الغربيه ولا في اسكندريه هنا الا بعد عذاب هنا في اسكندريه، ومحضر اي كلام ومحدش عارف عنه اي حاجه. ان هي سجلت الولد التاني، هي مشيت المفروض وهي حامل يعني، فراحت سجلته هناك في الغربيه وانا مش موجود اساسا. انا لما سجلت ابني الكبير هنا في اسكندريه كان لازم انا وهي نبقى موجودين، سجلته هي هناك، انا ما اعرفش ازاي. هي طبعا كان نوع من الحصار، كسر نفسي بتكسرني يعني للاسف، ان انا كنت عايز اسميه اسم معين، فهي رغم ان هي حاجه صغيره انما هي حاجه للانسان بشعه جدا يعني، كسرة نفسي يعني. ابنك بيتسمى
اسم كان نفسك تسميه اسم معين وعافية يسموه اسم تاني، والمكتب اللي سجل الاسم دوت انا معرفش اصلا قبل وسجل ازاي، دي قضية تانية. نفترض ان انا لو واحد مش شايف الموضوع بسيط قوي يعني، فعايز اقول لك نفترض مثلا ان انا مش عايز اعترف بيه، فهي مش من حقها ان هي تسجله اصلا الا لو انا رافض. لكن انا عملت برضو بعد في الانذار بعت لها انذار رسمي ممكن تبحثوا عن ان رجاء اختاري عشان اقوم بتسجيل الولد. انا ما اعترضتش على الولد لان انا عارف ان هي اصلا بتعمل الموضوع ده للاسف عشان تكسرني للاسف الشديد. تمام، ادي حاجه تانية، كل ده مثبت رسمي. انا بكلمكم على حاجات اللي الجهات العليا، امن دوله عليا، المخابرات العسكريه، يقدروا يطلعوا الحاجات دي رسميا بكل سهوله. نرجع بقى اللي قبل كده في 2015 في المدرسه اللي انا كنت شغال فيها فني صيانه كمبيوتر، يعني كنت مسؤول الفني عن المدرسه، مدرسه الاقبال القوميه في اسكندريه. قعدت 5 سنين. في الاخر برضو استفزوني عشان امشي، بس انا عشان كنت هارش اللعبه فانا عملت بالفعل الاستقاله، ولكن يعني انا كتبت استقاله فعلا، ولكن استقاله مسببه لان هم رفضوا يحولوا لي المرتب بتاعي على البنك، ده امر طبيعي. بعدها بشهر نزل قرار رسمي ان هم لازم تحول الفلوس كلها اي مرتبات على البنوك، يعني هي نوع من الكسره برضو. المهم كمان الاستقاله ما كانتش موجهه لاي جهه ولا مدرسه ولا اي حته خالص. المصيبه الاكبر ان انا من حقي اسحبها خلال 14 يوم، وابويا كان في الوقت ده بيموت. انا ابويا توفى 9/9/2015 بعد الموضوع الاستقاله ده بشهرين، وهو بيموت راح لهم هناك وقابله المستشار نبيه زهران، عمري ما هنساه. لأن قبل أبويا وهو بيموت مرضاش سابه ومشي عشان أسحب الاستقالة، من حق أسحب الاستقالة، لن أنساها له أبدا ما حييت. على عكس الناظر اللي كان في المدرسة، ربنا يا رب يكرمه دنيا وآخرة عشان قابل أبويا بكل احترام، لكن ما كانش هيعرف يعمل حاجة. ولو المستشار نبيه زهران برضه كان مضغوط عليه وما كانش هيقدر يعمل حاجة، وهو سابه ومشي عشان هو مش قادر يعمل حاجه او صعب على ابويا وسابه، انا بديله احتمال. فانا ساعتها في الحته دي بس اسامحك، ودي بقى موضوع بينك وبين ربنا، لانك ممكن فعلا تعمل الحركه دي عشان انت مش مستحمل انك تشوفه بالمنظر دوت ومش عارف تعمل حاجه. دي ما يعلمهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. المهم دلوقتي كلامي بقى للجهات العليا. هل انا عندي حق حضرتك لما اقول لك ان انا محاصر من قبل 2015 وقبل وفاه ابويا، ولما اقول لك ان ابويا اتقتل، وان قبل ابويا ما اتقتل قلت هيقتلوه، وقبل امي ما تتقتل قلت هيقتلوها عشان يرموني في الشارع، وحصل قلت رميت في الشارع عشان يكسروني. هي المصيبه بقى الكبيره هي ليه اصلا؟ يعني انتوا عايزين ايه عشان تكسروني؟ يعني انا لما اتكسر ايه المفروض هيحصل، والمفروض انا هعمل ايه؟ يعني مثلا هرجع مثلا الهانم اللي اتجوزتها عادي، قولوا لي انا هخليها ترجع، بس انتوا اللي هتندموا، هي هتندم من الاخر لان هاذيها. فانا مش عايزها ترجع عشان انا ما اذيهاش، لان انا شايل منها حاجات كتيره قوي في كرامتي ورجولتي. فهي العيال عايزه تكبر، انا كنت هنتقم منها. لولا ابن خالتي ربنا يكرمه في يوم وفاه امي، يوم ما دفنت امي، قال لي يا ابني انت لو اذيتها عيالك مين اللي هيربيهم؟ فسكت. انا فعلا ما مسكت نفسي وكبرت دماغي خلاص. لكن لما كل حاجه تحصل بقى عشان انا تكسروني ليها تاني وتحطوني معاها، فانتوا هتاذوها. عايزين تصدقوا كلامي صدقوه، مش عايزين انتوا احرار. انا مكبر دماغي منها ومش عايز اذيها لان هي بتربي العيال فعلا، انا مش هقدر اربيهم. ولو هي فجره ولا الحكومه اللي وراها، سواء بقى كانوا امن دوله ولا اعلى ولا ايا كان مين اللي وراها، لو فاكرين ان انا خايف اذيها فاقسم بالله انتوا كلكم بتحلموا. انا ما عنديش حاجه باقي عليها اصلا. انتوا عايشين في وهم، لو الحته دي في دماغكم انتوا عايشين في حلم ووهم كبير وكبير. اللي فات ده كله انا كنت صابر بس عشان اكشف الليله كلها. ما هو مش انتوا بس اللي عبقرة، اللي انتوا عملتوه فيا خلتوني اوسخ منكم.
المهم انا لما اطلب بقى 15 سنة ولا كام سنة، 20 سنة، ولا محطوط في حوار ابن نسخة غريب ما بطلعش منه ومحاصر، عمري راح، صحتي راحت، اتبهدلت خلاص، ما بقدرش اعمل مجهود، ما بقدرش اعمل اي حاجة. ده غير بقى الحالة النفسية السيئة جدا، وغير الحالة المرضية. انا يا جماعة عندي فصام، ولكن ساتر ربنا ان الفصام ده بسبب ضغطهم عليا بقى خلاص يعني معاهم هم، مع الحكومة، مع الامن الوطني، مع المخابرات، وساتر ربنا ان هو جاي فيهم هم للاسف. حتى لو انا رجلي اتخبطت هم السبب، هي بتيجي في دماغي كده على طول. لكن الفرق الوحيد منهم ان انا عارف، فانا بكبر دماغي بقدر الامكان. لكن كل ده بسبب تعود وضغطهم عليا، فاصبح الموضوع بقى شبه عاده، بقيت مريض فعلا. انتم متخيلين يا جماعه؟ ده اللي حصل لي. لكن الفرق بيني وبين اي مريض كده واحد تاني ان انا عارف ان ده مش طبيعي، ان الفكره بتيجي في دماغي بالشكل ده. ولذلك لما بتعامل مع عامه الناس مهما كان اللي يحصل بكبر دماغي، طالما ما اذونيش في حاجه خلاص بكبر دماغي منهم. لكن لما في التعامل بقى مع المصالح الحكوميه ولا اي حاجه من دي، لحظه ما بيعملوا حاجه غلط حتى لو هم فاسدين وبيتعاملوا مع الناس كلها، انا مش ذنبي. ما دام بتتعاملوا غلط استحمل، ما تستفزنيش بقى. انا فعلا ما بقتش استحمل اي همسه، لدرجه ان انا دلوقتي المفروض اروح اكشف على اخر طلب انا مقدمه في 12/4 من 12/4 السنه دي، ان هم برضو يخاطبوا اللجنه الطبيه تاني. والحقيقه المره دي كان هم قدموا مع الطلب بتاعي نموذج مش 56 او حاجه زي كده، ما اعرفش ده بتاع صرف ولا ايه، ما اعرفش يعني. ولكن نسيت والله كنت هقول ايه دلوقتي. لا اله الا الله. المهم ايا كان يا جماعه، فانا الجهات الرسميه في مصر ما تقولوليش بقى ان انا بهيس، انا اصبحت مريض بسببهم. التعود بقى عاده عندي خلاص، ما بقدرش ان انا بقول لكم لو اتخبطت في رجلي او انا ماشي لو دوست على طوبه هم السبب للاسف، ولكن بكمل بقى حياتي عادي. لكن بتعامل مع الناس عادي جدا، انا مبرمج كمبيوتر محترف بفضل الله سبحانه وتعالى، تمام. لكن ما بقدرش اعمل مجهود، ما بقدرش اتحرك، ما بقدرش اعمل اي حركه، انا اخري امشي بس. حياتي اتدمرت، صحتي راحت، مع اني كنت قوي جدا جدا يعني اكتر مما حد يتخيل يا جماعه والله، لله الامر يعني. فده بقى يا جماعه الفيديو ده هو موجه للجهات العليا في مصر، عشان ما تقولوش ان انا بهيس. الفيديو اللي انا سجلته في التأمينات ده لو ما كانش موجود اقسم بالله كان هيقولوا عليا ان ده ما حصلش، وان دي حاجه عدت، ما فيش حاجه من دي، هو ما جاش طلب حاجه اساسا. تخيلوا الورقه اللي انا صورتها دي الطلب، لو ما كنتش انا صورتها ولا كأني كنت قدمت حاجه. ده بقى مش بس استغلال للسلطات، لا ده استغلال واحد باستغلال مرض انسان كمان عشان يتهموه ويلعبوا بيه وبكرامته وبحياته، يعني يجنوه اكتر ويخلوا اللي حواليه ما حدش يصدقه خالص. فالمصيبه تكبر. فانا مش ساعتها بقى، انا لو ما كانش الحاجات دي كنت انا بالفعل اتجننت خلاص. هثبت ازاي؟ تخيلوا كده بقى واحد محامي يسمع الكلام ده ويقول لي الكلام ده حكمه ايه بالنسبه للتأمينات اللي لعبوا بانسان عشان خاطر يعملوا بيه حاجه زي كده. دي الحاجات الرسميه اللي انا قدرت اثبتها على مدار الفتره اللي فاتت. وعلى فكره انا حذرت ان انا هعمل كده وهثبت كده، بس هما زي ما قلت كده في الاول كانوا بياخدوا كلامي كده مش على محمل الجد يعني. دلوقتي هم عارفين ان اللي انا بقوله بيحصل. مفيش حاجه قلتها الا وحصلت من سنين، من قبل ابويا وامي ما يموتوا او يتقتلوا، كله حصل. لله الامر وحده من قبل ومن بعد. ده كلام اهو موجه خلاص صريح جدا لكل الجهات العليا. انا ما بكلمش انا وزاره الداخليه ولا بكلم حتى الناس العاديه، انا بكلم الجهات العليا والمسؤوله عن موضوع زي ده، تمام.
10 مليون ده يعتبر حاجة بسيطة جدا، تعويض نفسي ولا بدني ولا قتل بالبطيء ولا ايه، ولا نومتي دلوقتي على نص بطانية نايم عليها والنص التاني مش بستغطى بيه. ده املك عندي هنا في البيت، قاعد فاضي اهو، مأجرها ايجار جديد، ومش هستحمل من الشهر الجاي، مش هقعد في الشارع، او هشوف لي اي غرفة كده في اي حتة، اسكندرية في القاهرة في اي حتة، لو لقيت غرفة فاضية لوحدها بسعر حلو هاخدها. ربنا المستعان. السلام عليكم.